السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين كده هنعمل فراخ المشوية بتتبيلة جميلة وسهلة قوي. إيه بس فضلا وليس امرا، قبل ما ندخل على الفيديو كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولو لسه اول مرة تشوفوا قناتي تنزلي تعملي الاشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد من عندي، وتحط لي تعليق يشجعني يخلينا نستمر، وطبعا لايك. خليكم معايا، يلا ندخل على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل فراخ مشويه كده بطريقه بسيطه وسهله خالص، ما فيهاش اي افتكاسه ولا اي حاجه. انا طبعا عندي الفرخه هي مغسوله ومتنضفه وكنت نقعها بميه بملح بليمون، وعندي طماطمايه وعندي بصلايه، وعندي طبعا التوابل بتاعتي فلفل اسود وكمون وبابريكا وبهارات فراخ، وعندي كزبرة ناعمة، وعندي كاري، وعندي طبعا الملح. انا هتبلها تتبيلة سهلة قوي، مش هتاخد اي حاجة منك ومش هتاخد اي وقت. إيه هجيب بس طبق كبير كده عشان انقل فيه الفرخة، عشان اما اجي اتبلها إيه ابقى واخدة راحتي يعني عن الطبق الصغير. هجيب بقى التوابل بتاعتي كده، وانا هجيب قرنين فلفل كده، نسيت اقول عليهم. هجيب قرنين فلفل عشان احطهم في التتبيله، بيدوا طعم حلو وبيدوا نكهه حلوه كمان للفراخ المشويه بالذات. نزلت بالحاجه كلها كده في الخلاط، يعني هفرمها ضرب ناعم. مش عايزه تضربها في الخلاط، ممكن تعملها في الكبه، ممكن تقطعها ناعم كده بالسكينه وتعمليها، بس انا بفضل الخلاط عشان بينعمها، بخليها حلوه كده، عشان ايه ما بتضايقنيش وانا بتبل الفرخ. هضربها كده هنعمها قوي زي ما حضراتكم شايفين كده. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسيش تعملي لي اشتراك وتحطي لي لايك، وطبعا تدعميني بالتعليق اللي بيحفزنا بيخلينا نستمر. خليكم معايا وما تروحوش في اي حته. هنا بقى انا كنت جبت الفرخه بقى وعملت التتبيله بتاعتي. هجيب من هنا من التتبيله بقى وادعك الفرخه. هنا كان طفى عليا النور وادو تاني. هدعك الفرخه كويس قوي كده زي ما حضراتكم شايفين. إيه ادخل ايديا كده بين الجلد واللحم كده، عشان اللحم اللي جوه كده ياخد من التتبيله كده ويشرب منها. وطبعا قلب الفرخه واتبلها برضو من بره كده. شايفين لون التتبيله يا جماعه عامل ازاي؟ لونها جميل قوي وريحتها الصراحه تحفه. زي ما حضراتكم شايفين كده. هاخد بقى من التتبيله كده وادخل بين الجلد واللحم كده، امرشها مرشه زي ما تكوني بتحمي ابنك. لو وصلت معاك في الفيديو لحد هنا ما تنسيش تعملي الاشتراك وتحط لي طبعا لايك كده يشجعنا يخلينا نستمر. وطبعا ما تنسيش ان انت تكتبي تعليق كده يشجعنا. زي ما حضراتكم شايفين كده انا خلاص خلصتها كده بقى. عايزه بقى تدخليها كده، تسيبيها شويه كده تتبل كده، هيبقى تحفه. انا زي ما حضراتكم شايفين بقى كده جبت صينيه بقى كده. هنزل بقى بالزيت كده، معلقتين زيت احطهم في الصينيه كده واوزعهم كويس قوي، واجيب بقى الفرخه بتاعتي كده انزل بقى في الصينيه فيها عشان ادخلها الفرن. وطبعا هي شربت من التتبيله كويس قوي. زي ما حضراتكم شايفين التتبيله بتاعتي جميله قوي، وريحتها يا جماعه والله تحفه. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسيش تدعميني بالاشتراك وتحط لي لايك طبعا عشان الفيديو يترفع. و انا جبت السكينه بقى هنا، هعمل فيها فتحات كده عشان لما
إيه لما تنشف يعني ابقى ازودها من بقيه التتبيله في الفرن. انا بقى هدخلها الفرن كده، ولما تخرج من الفرن هوريها لكم شكلها عامل ازاي. ما تروحش في اي حته. مع السلامه. شايفين بقى بعد ما طلعتها من الفرن عامله ازاي؟ شايفين الحلاوه والجمال والطعامه. الصراحه تحفه تحفه بجد يا جماعه، ومستويه قوي يعني بصوا انا ما خليتش النار عليها عاليه عشان برضو ما تشربش السوائل كلها. شايفين الصوص بتاعها، وهي بصوا مستويه خالص من جوه اهي. انا بوريكم السوا بتاعها. آه، طعمها كان في منتهى الجمال والله العظيم. اتمنى منك ان انتي لو لسه اول مره تشوفيني تدعميني بالاشتراك طبعا، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وممكن تقدمي الوصفه ديت مع رز، مع تاكليها بعيش كده وشويه خضار كده جميله. ممكن تاكليها كمان مع عيش وسلطات وطحينه. انا كنت عامله معاها رز بشعريه، وكنت عامله معاها طبيخ لوبيا مسبك وسلطه طبعا، وكنت حاطه معاها عيش برضو وطحينه. اللي كان عايز ياكل من ده ياكل، واللي عايز من ده ياكل. هنا وصلنا بقى لاخر الفيديو. بتمنى منك ان انت لو كملت معايا الفيديو تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعليق يشجعنا يخلينا نستمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.